تفتكر يا صديقي امريكا دخلت العراق عشان القضاء على الارهاب واسلحه الدمار الشامل زي ما بتقول، ولا كانت مجرد حجه مش اكتر؟ لايكك الحلو بقى وتعالى نعرف الحكايه دي في السريع. امريكا يا صديقي كانت هتموت وتدخل العراق، بس مش عارفه تدخل ازاي وتجيبها للناس ازاي، خصوصا ان هي امريكا يعني وهتخاف على شكلها قدام العالم كله. فما صدقوا يا صديقي هجمات 11 سبتمبر تحصل زي ما قلنا في الفيديو اللي فات، عشان في 2003 يا صديقي امريكا تدخل العراق بمساعده حلفائها، وبعد وقت قصير قوي تحتل العراق بالكامل. والمفاجاه ايه يا صديقي؟ ما يلاقوش اسلحه دمار شامل. يا راجل امال صدام حسين يا صديقي قعد يهرب منهم شويه، وفي ناس تقول ان هو سافر وفي ناس تقول ان هو مات. وبعد تقريبا 12 محاوله فاشله من القوات الامريكيه قدروا يوصلوا لمكان صدام حسين اللي كان مستخبي في حفره تحت الارض، وتحديدا يوم 13 ديسمبر 2003. وعشان امريكا بتخاف على شكلها شويه قدام الناس عملت حركه شكلها قانوني شويه بس من تحت لتحت، يسلموا صدام حسين للحكومه العراقيه الجديده، وقالوا احنا ملناش دعوه والله، هم العراقيين اللي يحاكموه. يا امريكا لا والله ملناش دعوه، ما ملناش دعوه بالموضوع ده. وفي اول يوم من ايام عيد الاضحى يا صديقي يوم 30 12 2006 يتم اعدام صدام حسين، ويسقط صدام ويسقط نظامه وتسقط بغداد. السؤال بقى صديقي، هل بعد ما امريكا دخلت العراق قضوا على الارهاب فعلا، ولا ده كان اي كلام وخلاص؟ بس يا صديقي لو اول مره تسمع الحكايه دي سيب لي رايك، ولو اول مره تشوفني اعمل سبسكرايب عشان تشوف الفيديوهات الجديده.